لو فكرت بطريقة مختلفة هتلاقي نفسك بتفكر بره الصندوق وبتقارن ما بين نصايح انت الفيصل فيها، ومنها يتغير فكرك ويتغير كل شيء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا اسلام اسامه وانت تتفرج على القناه فهمني. فكره القناه ان انا اقرا كتاب وافهمه بحيث ان انا اوصل لك تجربه اشخاص وصلوا لمكانه معينه وبيحاولوا يسهلوا عليك الطريق. فلو حابب تستفاد اشترك في القناه. في الحلقه دي يا صديقي هتعرف ايه نصايح الابوين، الاب الغني والاب الفقير، والاراء اللي بيحاولوا يقنعوا بيها روبرت، وازاي قدر يختار ما بين الاثنين، وايه بقى اللي انت هتستفاده. فحضر كوب قهوه وصلي على النبي وندخل في المفيد. بيقول لك روبرت ان كان ليه ابوين، اب غني واب فقير، وهتعرف ازاي بعدين. الاب الاول معاه تعليم عالي والاب الثاني ما وصلش للصف التام. الاثنين كانوا ناجحين جدا في مجالهم وكان بيدخل لهم دخل عالي، والاثنين كانوا بيشجعوا اي حد على التعليم، بس كل واحد ليه فكر مختلف عن المال. واحد فيهم بيقول ان العلم والوظيفه هما اسمى الاشياء، والتاني بيقول ان العلم والعمل والتحرر الوظيفي هم اسمى الاشياء. واحد كان عاوزه يتعلم عشان يبقى موظف، والتاني كان بيشجعه يتعلم عشان يبقى غني، لان كان تفكيره ازاي اخلي المال يعمل من اجلي ولا اعمل من اجل المال. واللي حصل ان واحد فيهم ساب لاسرته ديون والتزامات كتيره بعد تعب سنين حياته، والتاني ساب لاسرته ثروه تقدر بملايين الدولارات وجمعيات خيريه وشركات وغيرها. ومع اللي شافه روبرت واختلاف الرايين ونصيحه كل واحد فيهم، اتولد عنده الرغبه ان هو يفكر في الرايين ويختار واحد منهم. تخيل كده بقى يا صديقي ان عندك ابوين، واحد بيقول لك ذاكر كويس عشان تنجح وتحصل على وظيفه عاليه، والتاني بيقول لك اتعلم ويكون عندك مشروع تقدر تديره، وده مش هيخليك محتاج للوظيفه في حاجه. هتسمع بقى كلام مين ولا هتكون مشوش؟ انا بالنسبه لي كان اهم حاجه عند والدي ان اخلص الجامعه واشتغل شغلانه كويسه في الحكومه، مش مهم هاخد كام، المهم الامان ويكون عندي وظيفه. طب بالمناسبه لو حصل نفس الموضوع ده معاك اكتب لي في التعليقات، لعل وعسى يطلع حد فينا عنده تجربه مختلفه يقدر يقولها لنا. تعالى بقى نشوف راي كل واحد فيهم عن المال. كان واحد فيهم بيقول ان المال راس كل خطيئه، وان الاغنياء محتالين ولازم يدوا جزء من ثروتهم للفقراء، والتاني بيقول قله ذات اليد راس كل خطيئه. لو انت فكرت تكون مع الاولى هتبقى مقتنع ان السعي وراء المال هو اشر شيء في الدنيا، وانك ما تسعاش للمال ومفضل جانب الامان. ولو انت مع الراي الثاني فانت مؤمن ان السعي وراء المال وان قله المال معاك هو اشر شيء في الدنيا، وان انت لازم يكون عندك المشروع الخاص بتاعك اللي تكبره ويشتغل عشانك. وده خلى روبرت يكتشف ان اللي بيخلينا اغنياء او فقراء او نكون حتى من الطبقه الوسطى هو تعلمنا عن المال في البيت والمدرسه. والبيت طبعا معروف دايما نصايح ابهاتنا هو اللي بيوجهنا وبيقول لنا ازاي نتعامل مع الفلوس. هل كلها هتضيع في الشراء ولا جزء هتحوشه وجزء هتشتري بيه، والجزء اللي هتحوشه هتعمل بيه ايه؟ وحتى العادات اللي موجوده في البيت احنا بنطبقها بدون ما نحاول نعدل فيها او نطورها. اما بقى المدرسه احب اقول لك يا صديقي اللي بتتعلمه هي مهارات مدرسيه او فنيه بس، وبرضه بتطلع ما اتعلمتش اي حاجه عن ادارتك للفلوس، لان الهم الاكبر هو الحشو الاكاديمي. ايوه يا صديقي الحشو الاكاديمي اللي بيعتمد على الحفظ وما بيعتمدش خالص على الفهم او ادارتك للفلوس. فلما روبرت اتعلم عملي وواقعي وحط تحتها 100 خط، قال ان ده عزز عنده افكار جديده، وخصوصا لما كان بيسمع للاثنين، واللي كان واحد فيهم بيقول ليس بوسع القيام بهذا العمل، والتاني كان بيقول كيف لي القيام بذلك، لانه كان مقتنع ان ده بيدفع عقله للعمل وبيخليه يفكر اكتر، وكان شايف ان العقل دوت هو اقوى حاسب آلي في العالم، وان العقل بيزداد قوه في كل يوم وده بيخليه في جني مال اكتر. فبيقول لك انا كنت بسمع للرايين في منتهى الحرص جدا، وبحاول الاحظ الاثنين ايه اللي هم بيعملوه وايه اللي بينصحوا بيه. فكان واحد قبل ما ينام يقعد يفكر ويحسب في المال، وده خلاه تنامت قوته الماليه، والتاني كان ما بيفكرش في اي حاجه غير العمل بس، وده اللي خلاه فقير. زي واحد كده يا صديقي بيروح صاله الجيم يوميا ويقعد يتدرب وقت معين، هيقعد عليه بايه؟ اكيد بالنفع، جسمه هيقوى وهيساعده في انتظام الدوره الدمويه وهيساعده في نشاطه البدني. والتاني قاعد قدام التلفزيون ما بيعملش اي حاجه غير ان هو بيتفرج على ناس بتلعب كمال اجسام وما بيتحركش من مكانه. فالنتيجه ايه؟ ده حقق صحه وده حقق كسل وتعب ومرض. نيجي بقى للاقوال المهمه جدا وعايزك تركز فيها واللي كان بيسمعها روبرت دايما منهم. واحد فيهم بيقول ان الاغنياء لازم يسددوا كتير من الضرائب عشان يساعدوا المحتاجين اللي ما معهمش فلوس، والتاني كان بيقول ان الضرائب بتعاقب اللي بيصنع وبينتج وبتساويه مع اللي ما بيصنعش ولا بينتج. واحد بيقول ادرس بجد لتجد شركه جيده، والتاني بيقول له ادرس بجد حتى تجد شركه جيده فتشتريها. واحد بيقول ان احد اسباب عدم بلوغ الثراء هو اني لدي اطفال، والتاني بيقول ان السبب وراء ان انا عاوز اكون ثري هو اني لدي اطفال. واحد كان بيحاول يتكلم عن المال على مائده الطعام، والتاني ما بيحاولش يتكلم عن المال خالص اثناء الطعام. واحد بيقول عندما ياتي وقت المال حاول اللعب في الجانب الامن، والتاني بيقول تعلم كيف تدير المخاطر. واحد بيقول ان الشركه والحكومه هي اللي بتحميك بزياده الراتب وبلوغ المعاش ومنافع الرعايه الطبيه والاجازات المرضيه وحمايه مدى الحياه. اما التاني فما كانش بيشغله غير الاعتماد المالي الذاتي الكامل. واحد كان بيكافح ويدخر كل دولار معاه، والتاني بيبني الاستثمارات بسهوله. واحد فيهم علمني ازاي اكتب CV عشان احصل على وظيفه، والتاني علمني
الصياغه الحسنه لخطط المال والاحلام، لاخلق الوظيفه للاخرين. واحد بيقول لا يتملكني الاهتمام بالمال، وان المال ليس شيئا مهم، بينما الاخر المال قوه. والده الفقير كان بيقول له لن تحقق الثراء ابدا، اما والده الثري فكان بيقول له ستصبح يوما ما ثريا. ومن هنا يا صديقي عرف روبرت ان والده الفقير ليه كان فقير، مش عشان المال، لا ده كان بيدخل له فلوس كتيره من وظيفته، ولكن ده بسبب افكاره وسلوكياته. وده خلى روبرت يكتسب الوعي الحقيقي والافكار اللي خلق منها ثروه، مع ان مر بظروف كتيره ادت لافلاسه بالفعل، ولكن مع عزيمته قدر يرجع واصبح ثريا حقا. فكان في حيره يسمع للثري ولا يسمع للفقير. فانت اكيد هتقول لي دلوقتي بعد ما سمعت الكلام ده كله ان هو يسمع للغني. فعلا يا صديقي سمع للغني وما سمعش كلام والده الفقير. والفقير هنا يا صديقي هي الافكار اللي هو ماشي بيها ومقتنع ان هي صح. الخلاصه في كل اللي بحكيه لك دوت اننا او الجيل اللي طالع ما اتعلمناش اي حاجه عن المال، واتكلنا على اللي احنا بنتعلمه من اللي قبلنا او اللي اكبر مننا اللي ما بيفكروش بشكل صحيح في الاستثمار، وان هم يديروا المال صح، ومشينا بنفس التفكير. ولا ليك رعايه صحيه ولا امان اجتماعي، مصيرك هيكون ايه؟ فكر فيها صح واعقلها. ومن هنا انتهت حلقتنا، ومستنيك في الحلقه اللي جايه واللي هتعرف فيها ايه الاحداث اللي غيرت تفكير روبرت وقدرت تغير حياته. اسيبك هنا بقى تفكر في اللي احنا اتناقشنا فيه، ولو انت استفدت ما تنساش تفيد غيرك. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.